نفسي اقابل راجل بالمواصفات اللي انا بحلم بيها، او نفسي اقابل بنت بالمواصفات اللي انا بحلم بيها. لكن دايما بقع في ان انا بحط ايدي في القمامة ويطلع لي حاجات مش حلوة خالص. طب ازاي اجذب شريك الحياة المناسب؟ ازاي اعيش مبسوطة مع شخص مناسب؟ ده ازاي؟ هنقول كام نقطة، وبإذن الله لو عملتيهم بالظبط، ومش هنقول ان هم هيتعملوا بكرة او بعده، لا ده بياخدوا مجهود وطاقة وصبر وشجاعة انك تحققي ده. لو عملتيهم فعلا انت هتجذبي شريك الحياة المناسب. من اول الحاجات اللي انت عايزاه فيه اعمليه انت. بمعنى سارة نفسها مثلا في راجل يكون بيصلي، بيراعي ربنا في أهله، يكون مسؤول، يكون طموح، يكون بيحبني ويراعي ربنا فيا. طيب اجي اسال نفسي، هل انا بصلي ولا بقطع في الصلاه؟ ما اكيد لو انا بقطع في الصلاه هيجيلي حد زيي. طب هل انا بصل الارحام؟ هل انا بعامل اهلي كويس، براعي ربنا فيهم؟ الاقي نفسي ان انا ما بعملش كده، الكون هيجيب لي قانون الجذب، هيجيب لي حد شبهي بالظبط. 3، عايزة حد مسؤول. هل أنا مسؤولة ولا شخصية اعتمادية؟ رقم 4، عايزة حد يكون بيحبني وبيراعي ربنا فيه. هل أنا بحب نفسي، براعي ربنا في نفسي، بخون ذاتي ولا صادقة مع نفسي؟ لو أنا شفت الحاجات اللي أنا عايزاها في شريك حياتي اللي هو هيكون مناسب ليا قوي، لازم أكون بشتغل على الجزء ده عندي. دي أول حاجة. رقم 2، ان انا اشفي الطفل الداخلي اللي جوايا، ولو محدش فاهمه ممكن تكتب في الكومنتات وهعمل لك فيديو عشانه. و3، تشافي من جروح الاب والام. لو انت تعرضت لصدمات كتيرة جدا في الطفولة ومحتاج انك تشفي ومش عارف الطريق ازاي، هبدأ معاك في فيديوهات. لو ما قدرتش تمشي على الفيديوهات بالستابس بتاعتها، ممكن تروح لحد يقدر يساعدك. فاللي ما يعرفش ازاي يتشافى من جروح الاب والام، او من ازاي يشفي الطفل الداخلي، ممكن يقولي وانزل فيديوهات. اما رقم 5، عقدة المال اللي جوانا. انا محتاجة حد يجيب لي ويعمل لي. انهيها خالص، انهي الحتة دي. اوقات كتيرة بيبقى معانا فلوس كتيرة قوي، ومرة واحدة يشاء العليم القدير انه نقعد على البلاطة، ما يبقاش معانا ولا جنيه. فالفكرة مش فكرة فلوس. لو انت دايما بتفكري في الفلوس او في الماديات، انهي العقدة دي من جواكي تماما. كلنا اكيد محتاجين فلوس وكلنا محتاجين ننبسط، بس العقدة دي لو عاملالك عقدة انهيها تماما من جواكي. رقم 6، ما تفضليش تدوري عليه، اطلقي سراح نفسك، هو هيجيلك لوحده. في مثل كده بالانجليزي بيقول ايه؟ You will be found by someone. انت هتتلاقى بحد، مش انت اللي بتدور، انت بتتلاقى بان انت حلو قوي، جميل قوي. النقطة اللي بعد كده، عزز من قيمة نفسك، عزز من استحقاقك، علي الاستحقاق بتاعك. انت تستحق، ربنا سبحانه وتعالى نفخ فيك من روحه. انا استحق الاحترام، الحب، العطاء، الثقة، الامان. انا استحق كل حاجة حلوة في الدنيا. فانت شخص تستحق، فعزز من استحقاقك، عزز منه قوي. النقطة اللي بعد كده، كون واضح في النية اللي بتخش بيها العلاقة. حب، جواز، خليك واضح في النية. مش حلو ابدا ان احنا بنعدد العلاقات، او ان انا اقعد اتكلم علشان اشوف انا هحس بحاجة او لا. نيتك ايه اتجاه الشخص اللي انت بتتكلم معاه ده؟ النية. في نية ومفيش تعدد في العلاقات، او مع الكلام مع الرجالة الكتير او الاناث الكتير. ده في حد ذاته بيعزز من قيمتك وبيخليك عارف واضح قوي انت عايز توصل لايه وعايز شخص عامل ازاي، لانه انت بتكون ما تريده. اخر نقطة، اشتغل على نفسك وحبها، واعمل حاجة تكون فخور بيها انت. انغمس في الاحلام، في الطموحات، في حب النفس، في انك بتكتشفها وبتعرفها وقد ايه ان هي جميلة وفعلا تستحق. لما هتعمل النقط دي وتبدأ ما تركزش او تستنى حد وافتكر ان انت I will be found by someone، ساعتها هتلاقي شريك الحياة المناسب قوي جالك لحد عندك. الموضوع مش بسيط ومش سهل، بس هو محتاج يقين، محتاج ثقة في النفس، محتاج استمرارية، وأهم نقطة الاستمرارية.